قلت لك انا بقلق من الماتشات اللي بتبقى الزمالك مش عامل لها حساب، والزمالك داخل انا كسبان الماتش ده الزمالك يجي في الماتشات الصغيره يضيع نقط، ونيجي اخر الدوري نزمر. دي اول حاجه. الحاجه التانيه، مش هلوم اللعيبه بس، اللعيبه ادائها سيء كلها بلا استثناء. مفيش لعيب النهارده كويس بالمره، مفيش غير الفينا لما نزل حسيت بفرق. غير كده ما حسيتش بولا لعيب في الملعب ولا لعيب. اللعيبه بدنيا منتهيه، اللعيبه مش قادره تباصي الكرة صح. اللعيبة أي لعيب بيضغط عليها من المقاولين بياخد الكرة بسهولة، ولا لعيب. واللعيبة مش شايفة بعض، اللعيب لازم يجري بالكرة يشوف مين اللي هيديله لحد ما تقطع منه الكرة ويشوف هيرجعها ازاي ولو رجعناها يعني. دي أول حاجة وأول سلبية، إن فيريرا مش شايف الكلام ده، وما طلعش يتكلم مع اللعيبة، وقف على الخط قاعد على الكرسي ومرنخ وزي الفل. الحاجة التانية يا عم فيريرا اللي انت عملتها دلوقتي، انت شايف ان الراجل بيلعبك زون ديفenس وقافل لك عمق الملعب قفله سودا، هشغل الجناب. انت عامل لي حركه ان ادم قايد يخش لجوه عشان يخش بنتايج. ما حصلتش بنتايج، ما حصلتش غير مره ولا مرتين، وما لعبش غير عرضيه واحده تقريبا بس. عمر جابر وناصر ماهر ما عملوش بجنيه كوره. ما حسيتش بالجنب اليمين غير لما نزل الفينا، ما حسيتش بحاجه. انت فين من الصبح من القرايه دي؟ مش موجود. بتلعب لي بوينجين اصلا مش وينجين يعني حتى ادم كايل لو هو وينج ما بيلعبش، عايز يخش عمق الملعب. حاسه عايز يلعب نص ملعب مش عايز يروح على الوينج. فانت فين من ده كله؟ انت فين من قرايه الملعب؟ انت فين الجمل اللي انت المفروض بتلعبها مثلثات؟ وفين يا راجل؟ ده اللعيبه مش عارفه تباصي. انا مع ايمن الرمادي كنت بلعب كوره عن كده، والله العظيم مع ايمن الرمادي كنت بلعب كوره عن كده. احنا لو بالاداء ده وربنا ما هنجيب مركز رابع بالاداء ده وبالمنظر ده. يانيك فيريرا ايه بقى وخرا ايه؟ ومحدش يقول لي لسه بدري، لا. ده مدرب جبان وخواف. فرقه زي دي لعبها ليه باتنين انا في النص الملعب؟ ليه العبهم ارتكاز دونجا وشحاته هو واحد بس؟ انزل اخلص الماتش وبعد كده اشوف هعمل ايه. لكن نزل لي بدونجا وشحاته، حاجه تقرف.